الضفة. بعيد عن عالم السياسة، وفي تقرير خاص بنرصد معاناة عم عاطف ومجموعة من الشباب اللي كانوا ما بيطلبوش أي حاجة من الدولة غير إن هم يتركوا لهم المجال والفرصة ليحصدوا أو يحصلوا على رزقهم بالحلال من خلال سارة نصف نقل. بيبدو أن المعوقات الإدارية والروتين والبيروقراطية اللي هو آفة هذا الوطن حل دون طموحات الشباب الذين قبلوا أكثر من مسؤول لحل مشكلتهم، ولكن لا حياة لمن تنادي حتى اللحظة. مطعم متنقل مشهور يستعد لاستقبال زبائن كثر يرغبون في ساندويتش على السريع. هذا هو الحلم الذي تمنى عم عاطف وشباب آخرون أن يتحقق فور الانتهاء من تجهيز هذه السيارة، لكنهم لم يستطيعوا استخراج التصاريح اللازمة للعمل منذ 3 سنوات، فأصبحت البطالة مهنتهم. المشروع ده لو الحكومة ظبطته ورتبته، ولو رجل أعمال اتبنى المشروع ده وعمل خط إنتاج من العربيات دي للشباب وبنك يمولها، مش عايز اقول لك نص شباب مصر العاطلين يشتغلوا. العربيه لازم تكون جايه من بره طبعا عشان تبقى الافراج الجمركي بتاعها مطعم متنقل، وطبعا تيجي من بره دي يعني نص مليون. انا بعت بره وسالت حوالي نص مليون جنيه. مين شباب معاهم نص مليون جنيه؟ هي كل القصه عايزه لجنه من كليه هندسه تراجع تجهيزات العربيه وتطلع تصريح يعتمد من وزاره الصناعه، والمرور يرخص العربيه. المطعم المتنقل فكرة نقلها أصحابها من بلاد غربية وعربية أخرى، تكلف تجهيزه 200,000 جنيه لأنه مزود بأجهزة طهي وأمان وصرف صحي وخزان مياه، ولا ينفك هؤلاء عن التفكير في طرق أخرى لتطويره حال بدء العمل فيه. أكيد طبعا حسسنا بإحباط، ما فيش شغل، العربية مش عايزة تشتغل، فاحنا متضايقين جدا لأن كان نفسنا المشروع ينجح. انا ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في حاجه انا بحبها احسن ما افضل قاعد في البيت ادور على شغل، اذا كانت كليتي حقوق تجاره ايا كان ايه هو الموضوع. انا حابب ان انا اشتغل، فعملت مشروع لنفسي والمفروض ان انا ابتدي شغل فيه، بس البلد الحكومه هي اللي موقفاني. يرفض أصحاب هذه الفكرة من أن ينضموا للقطاع غير الرسمي في مصر، والذي ينادي الكثيرون بتقنين أوضاعه، لأنه في العام الماضي حسب بعض الإحصاءات ساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي. على نبيل، CBC Extra.